هذا البرنامج برعاية مجمع زمزم الطبي، بلاك روك، ماكس بوينت، سماء حائل للذهب والمجوهرات، شركة واحة الهرم، أنطاكيا للموكيت والسجاد، مجمع صلاح الدين الطبي العام، الفقيه للعود، أصغر علي، كيوت للعطور، ميجا مارت التميمي، منتجع الناصرية، حلويات جاناش، شركة العطاء، قمة الذوق، الوكيل الإعلاني الحصري الرويلي، الراعي الإلكتروني صحيفة عين حايل. ما المقصود بكلمة طلح؟ اذكر لي 3 مدن سعودية تشتهر بزراعة البطيخ أو الجح. وادي الدواسر، والساحل والديوك. لا عط خيارات فيها يمكن شوي اختيارات. ايوه طيب الحيوان هذا الجمل مثلا ولا الحصان زين ولا الفيل؟ إذا حس بالجوع أو وصل لمرحلة من الجوع يأكل صغاره. والله اني ما ادري، لكن اتوقع الفهد. تبي بالبداية الحرف ولا سكر. السؤال: ماذا يطلق على شهر شوال قبل الإسلام؟ ان شاء الله انه المنصرم او الفيصل. بعمان. إجابة؟ عمان. والله أنا بيهمني إنها في أرض الرباط، بس هذه أهم نقطة. ما هو أطول نهر في العالم؟ نهر الأمازون. اللي هي السودان، مصر، ليبيا. السودان، مصر، ليبيا، زائر، السنغال. شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. شكرا لكم. شوربة باقي واحد وتاخذين الجائزة على طول. لحم. دجاج ولا سمك؟ سمك. ايوه سمك صحيح. إجابة صحيح. ربما انه فيه يعني لغة تخاطب تقريبا بالإشارة او من هذا القبيل بينهم تقريبا. مخضود وطلح منضود، ما معنى كلمة أو ما المقصود بالطلح أو ما هو الطلح في هذه الآية؟ وش الشيء اللي يسمع بدون أذان يعني يسمع بدون أذنين ويتكلم بدون لسان؟ فيه السنعد وفيه الزبيدي وفيه البوري لغة التخاطب عند النحل هي الرقص في الهواء. تقريبا الفلفل الحار. الفلفل الحار إجابة صحيحة. كان سؤال على الطاير وتربح معنا مجموعة كوبونات مقدمة من الرعاة لهذا البرنامج. شكرا. الله يعطيك العافية وما قصرت. شكرا لك يا حبيبي. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. أبيك تذكر لي 5 أشياء بحرف إيش يا خالد؟ حرف الميم داخل المحلات التميمي. النمر. النمر. وين سامع الإجابة؟ ما سمعت. صح. عمر بن الخطاب. أيوة. وعثمان بن عفان. ممتاز. علي بن أبي طالب. لمشاركتك معنا تربح مجموعة جوائز مقدمة من الرعاة لهذا البرنامج. مكرونة. ملفوف. باقي 3. ملفوف.